اهم حاجه في المباريات اللي بعد التوقف الدولي دي ان انت تقدر ان انت تحسم المباراه وتقدر ان انت تطلع بمكسب وتطلع بالثلاثه بونت، وده اللي قدر ان هو يعمله النادي الاهلي، وقدر ان هو يكسب يانج افريكانز، وقدر ان هو يبعد بالصداره عن يانج افريكانز اللي كان متساوي معاه في النقاط باربع نقط. يمكن في المجمل هي مباراه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، وخصوصا ان انت جاي من توقف دولي واللعيبه بتاعتك كانت مع المنتخب واللعيبه كانت بعيده عن المشاركه مع النادي الاهلي. انت بتتكلم في اكتر من شهر اللعيبه ما بتشاركش مع بعض في النادي الاهلي يعني. فدي حاجه متوقعه ان انت ادائك يبقى باهت، ادائك مش يبقى احسن حاجه في المباراه. فعشان كده بقول لك ان اهم حاجه في المباريات اللي زي كده النتيجه اهم من الاداء بكتير. يعني انت مثلا بتتكلم في الشوط الاول ان انت اول فرصه ليك على مرمى يانج افريكانز كانت في الدقيقه 45 اللي انت قدرت ان انت تحرز منها الهدف، وبالمناسبه كان هدف اتكرر كتير مع ايستور مع النادي الاهلي، وهي عرضيه محمد هاني اللي بقى بيطلعها متقنه جدا، وقطع تريزيجيه في قلب المدافعين، وان هو بيقدر ان هو يقطع قدام المدافع ويقدر ان هو يطلع وياخد الكرة بالهيد ويقدر ان هو يحرز منها هدف. فهي جملة متفق عليها وجملة اتكررت كتير من تريزيجيه ومن محمد هاني، والنادي الاهلي فعلا بيقدر ان هو يستغل تريزيجيه في الحتة دي، وبيقدر ان هو يستغله في موضوع ان هو يدخل كمهاجم تاني، ويقدر ان هو يستغل ان هو بيلعب بدماغه كويس. على الجانب التاني طبعا انت استقبلت اكتر من فرصة خطيرة من يانج افريكانز، ومصطفى شوبير قدر ان هو يتألق فيهم، وفي واحده كمان كانت فوق العارضه كانت برضو خطيره جدا. يمكن شكل دفاعنا برضو مش احسن حاجه، وشكل دفاعنا برضو لسه في مشاكل دفاعيه عندنا كتير. يمكن مع دخول الصفقات الجديده سواء الجزاره وادي رياض اللي لسه ما اعلناش عنه بشكل رسمي يعني، وطبعا بالعمري كباك شمال، فممكن الشكل يختلف شويه والشكل يتحسن اكتر من كده في الفتره الجايه من حيث الدفاع. طبعا لما بتحرز هدف في اخر المباراه او ان انت تنهي الشوط الاول ان انت بمكسب، فدي حاجه محفزه جدا للعيبه وللمدير الفني ان انت تدخل الشوط الثاني مرتاح، مش تدخل متصربع عايز ان انت تحرز هدف، عايز ان انت تسجل، عايز ان انت تعمل كل الكلام ده. لا بالعكس، انت احرزت هدف خلاص، انت داخل الشوط الثاني داخل مرتاح داخل هادي، خلاص الراجل هيكمل بنفس الشكل، مش هيضطر ان هو يدعم بتبديلات والكلام ده. وبتسيب الكرة طبعا للفريق المنافس ان هو طيب انت عمال تلعب على المرتدات وعمال تلعب على التحولات وتلعب على الاخطاء وان انت ترتد عليا والكلام ده. لا الشوط الثاني خد يا معلم الكوره اهي، شوف انت هتعمل بيها ايه. طبعا يانج افريكانز عشان هي قليله مع انها هي المنافس معاك في المجموعه بتاعتك، وهي اللي بتنافسك راس براس، بس مكسبك بعدت عنها طبعا في المجموعه، انما كشكل في الملعب هم ما عندهمش شكل مميز يعني. لما انت سبت لهم الكوره وحاولوا ان هم يخرجوا بالكوره، حاولوا ان هم يلعبوا عليك كوره او هم اللي يبقى ليهم السيطره على المباراه، ما قدروش يعملوا كده، وقدرت ان انت تقطع منهم الكرة اكتر من مره، وقدرت ان انت تعمل عليهم تحولات خطيره. شفنا طبعا كره جراديشار اللي حطها بالخارجي وخرجت بره، وشفنا طبعا الكره بتاعت امام اللي هي طبعا بتاعت الهدف الثاني. امام يمكن امام فارق عن كل لعيبه الدوري المصري، امام عنده كواليتي مختلف عن كل لعيبه الدوري المصري. امام لازم اداره النادي الاهلي ان هي تتحرك بشكل عاجل وتقدر ان هي تجدد له العقد بتاعه، لان امام بصراحه يستاهل ان هو يكون اعلى فئه في النادي الاهلي ويكون فارق بشكل كبير عن باقي اللعيبه اللي موجوده معاه في الفرقه، لان اداء امام ومردود امام في الملعب فرق عن كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب. الراجل عنده كواليتي مختلف، عنده نمط مختلف في اللعب، بيقدر ان هو ينقلك من مرحله لمرحله، بيقدر ان هو يلعبك كوره، بيقدر ان هو يصنع لك اهداف بشكل كبير، غير طبعا ان هو كان هداف معاك قبل كده في بطوله الدوري. الراجل لا عنده كواليتي مختلف وفارق كتير جدا عن باقي لعيبه الدوري المصري، فده اللعيب اللي انت تستثمر فيه، وده اللعيب اللي انت تديله فعلا فلوس وتقدر ان انت تستثمر فيه فيما بعد. فشفنا طبعا كره الاسيست اللي عملها لتريزيجيه، الراجل اللي عملها بالخارجي من غير ما يبص، وعملها برجله كمان الشمال اللي هي مش الرجل الاساسيه بتاعت امام عاشور، فدي يبين لك مدى كواليتي امام عاشور. وطبعا تريزيجيه كعادته يعني القطمه بتاعته اللي جوه وبيحطها طبعا ار2، فكان هدف مميز بصراحه للنادي الاهلي، ثلاث لمسات بهدف في الاخر من زيزو لامام لتريزيجيه، فمفيش اسهل من كده في الكوره يعني. فالكواليتي بتاع اللعيبه بيفرق معاك داخل الملعب، وبيقدر ان هو يصنع لك الفارق قدام المنافسين. ففي المجمل هي مباراه كويسه جدا فيها كتير من المكاسب، واول مكسب فيها ان انت قدرت ان انت تطلع بالثلاثه بونت، وقدرت ان انت تبعد بالصداره قبل كمان المباراه الجايه ليك مع يانج افريكانز على ارضهم، فدي حاجه كويسه وده من ضمن المكاسب اللي انت خدتها من المباراه. المكسب الثاني طبعا وهي عوده امام عاشور للتشكيل الاساسي مع النادي الاهلي، وان هو يبدا بقى ياخد مباريات مع النادي الاهلي طبعا بعد ما بدا ياخد مع منتخب مصر، وكابتن حسام بدا ان هو يديله بعد طبعا اصابه كبيره جدا وغياب كبير جدا عن الملاعب. وحاجه تانية كمان ان انت تحط زيزو كمان برضه في التشكيل الاساسي، دي برضه حافز ودافع لزيزو بعد طبعا ما كان بيقعد على الدكه مع مباريات المنتخب، وده بشكل كبير اثر عليه نفسيا ومعنويا، لان مش ده شكل زيزو قبل ما يروح منتخب مصر. لان زيزو قبل ما يروح المنتخب وقبل التوقف الدولي كان زيزو ماشي بشكل كويس مع النادي الاهلي، فتراجع مستواه ده بشكل كبير عامل نفسي اكتر منه عامل فني، لان الراجل زي ما قلت لك كان بيشارك مع الاهلي بشكل اساسي، وكان بيقدم مباريات كويسه مع النادي الاهلي.
فحتة إن أنت تروح المنتخب وتقعد فدي أكيد أثّرت عليه. المكسب التالت طبعًا بالنسبة لي في المباراة إن خلاص وأخيرًا مصطفى شوبير خَد أساسي مع النادي الأهلي، خلاص الراجل طلع واتكلم في المؤتمر الصحفي وقال لك إن أنا قعدت مع الاتنين حُرّاس وقعدت معاهم وقُلت لهم إن في منافسة شرسة بينكم، واللي هيثبت نَفْسه واللي هاشوف إن هو مناسب وأصلح إن هو يبدأ المباراة هو اللي هيبدأ. فالمنافسة بالنسبة للراجل في جميع المراكز، مش داخل الملعب بالنسبة للعيبة يعني بس من غير الحراس، لأ وكمان مع الحراس، ودي حاجة بالنسبة لي كويسة وحاجة بالنسبة لي خلاص بقى يعني خلاص عهد الشناوي أعتقد إن هو بدأ إن هو ينتهي مع النادي الأهلي، ولازم مصطفى شوبير ياخد فرصته لأن الراجل مش صغير، أنت بتتكلم في لاعب عنده 26 سنة، فأنت هتدّي له إمتى؟ والراجل أثبت نفسه أكتر من مرة، وأحسن بداية لحارس في مصر يمكن هي بداية مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، الراجل بدأ في أوقات صعبة جدًا معاك، والراجل أثبت نفسه أكتر من مرة، فخلاص بقى يعني خلاص لازم الراجل ياخد فرصته، ولازم الراجل ياخد مباريات، لأن ده ظلم كبير جدًا بالنسبة للراجل، لأن أنت زي ما قُلت لك محمد الشناوي عنده مشاكل كتير الفترة اللي فاتت، مش هنختلف على تاريخ محمد الشناوي، مش هنختلف على الأداء المميز اللي قدّمه مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، ما فيش حد يختلف على كده وما حدش يقدر ينكر كده، لأن التاريخ لا بيتنكر ولا بيتنسي، الراجل قدّم تاريخ كبير مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، فما حدش يقدر ينكر إن الراجل عمل تاريخ كبير مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، ولكن خلاص جه الوقت اللي مصطفى شوبير لازم ياخد فرصته مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر كمان. الإيجابية التانية بالنسبة لي وهي إن أنت اديت الصفقات من بدري، مش لازم إن أنا أقول لأ ده لسه مش اتأقلموا ولسه ما دخلوش في الفرقة ويفضل الناس مركونة معايا على الدكة واستنى الفرصة المناسبة عشان أديهم المباريات وكل الكلام ده، لا إحنا النهارده بنشوف مروان عثمان بيبدأ أساسي وبيطلع راجل بيشكر فيه بعد المباراة بيقول إن هو لاعب كويس ولاعب إضافة لينا وهيفيدنا كتير في الفترة الجاية، بتدي أحمد عيد ولو وقت قليل ولكن برضه خد الفرصة وخد حساسية الماتش وخد حساسية جماهير النادي الأهلي والضغط بتاع جمهور النادي الأهلي، فدي برضه حاجة كويسة إن أنت تدي له هو كمان فرصة وإن هو ياخد وقت، وهنشوف برضه باقي الصفقات لما تدخل معاك الفترة الجاية، عندك مباراة مع دجلة في الدوري، مباراة مهمة برضه ولازم إن أنت تحصد التلاتة بونت بتوعهم لأن أنت المنافسة شرسة مع بيراميدز السنة دي على بطولة الدوري، فلسه الماتشات ضغط الماتشات جاي كتير ومحتاج ان انت تدور اللعيبه ومحتاج ان انت تدي كل اللعيبه فرص، ويمكن تورب من وقت للتاني بيثبت فعلا ان هو مدرب كبير وهو مدرب يصلح للنادي الاهلي، وخلينا نشوف الفترة الجاية هتحصل ايه مع النادي الاهلي. يمكن دي كانت كل حاجة عن مباراة الاهلي ويانج افريكانز اللي قدر النادي الاهلي ان هو يكسب المباراة 2-0 وقدر ان هو يحصد 3 بونت ويعتلي صدارة المجموعة منفردا وحيدا ب7 بونت عن أقرب منافسين اللي هو يانج أفريكانز بأربع نقاط، ودي كانت كل حاجة في الفيديو بتاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، ما تنساش أنت تدعمني بلايك واشتراك، أشوفك على خير، سلام عليكم.